بلاد الجزائر أشهر بلد عربي في كسر الحملات الصليبية القادمة من أسبانيا وفرنسا وألمانيا. أذاقت أسبانيا وفرنسا وألمانيا الويلات. على شواطئ الجزائر حلت بالغزاة الصليبيين كوارث ومآسي. في شاطئ الجزائر رمى إمبراطور ألمانيا وإسبانيا شارل كان تاجه في البحر وهو يبكي بعد أن مزق الجزائريون ومعهم العثمانيون جيشه وهو يقول: اذهب أيها التاج، أنا لست أهلا لحملك، اذهب فربما يأتي ملك آخر أكثر حظا مني يستردك ويلبسك. ثم ترك الحكم من شدة قهره وترهب في كنيسته حتى مات. شارل كان هذا جدته إيزابيلا التي سقطت الأندلس على يدها. يروى أنه قال: من أراد التاج فليأتي للجزائر. عرف التاريخ الإسلامي بحارة عمالقة في البحار رفعوا راية الإسلام عالية، كثير منهم كانوا في الجزائر كخير الدين بربروسا وأخيه عرود وحسن باشا الابن بالتبني لخير الدين بربروسا، والبحار حامد وقلج علي باشا وصالح باشا وطرقد باشا وغيرهم. كلهم لهم سهم في دحر الصليبيين، ولذلك لما احتلت فرنسا الجزائر فرغت حقدها وحنقها على الضعفاء من المسلمين، لأن السفير الفرنسي في بداية القرن التاسع عشر كان إذا غضب عليه المسؤول الجزائري لا يتعامل معه إلا باللطم. ومن قرأ كتاب الأتراك العثمانيون في أفريقيا الشمالية علم حجم الخدمات التي قدمتها الجزائر وتونس للإسلام والمسلمين.